البداية التي لم أكن أعرف أنها ستدمرني. اسمي نور، عمري 40 سنة، ومطلقة منذ 5 سنوات. لدي ابنة واحدة فقط، ياسمين، التي تبلغ الآن 19 سنة وتدرس في أمريكا. منذ سفرها وأنا أعيش وحدي في شقة الكبيرة والفاخرة في منطقة راقية بالقاهرة. عملي في مجال العقارات يسير على ما يرام، ولدي مكتب كبير وعربية مرسيدس حديثة، والحمد لله على كل شيء. لكن رغم كل هذه النجاحات المادية، كانت أعاني شعورا بالوحدة الشديدة منذ أن غادرت ابنتي إلى الخارج. لطالما كانت تفتقد شخصا يشارك معي حياتي، أشارك معه فرحي وأحزاني، ولا يقتصر الأمر على الترف والمال أو السيارات الفاخرة والشقق الفخمة، بل على الشعور بالحب والدفء الذي غاب عن حياتي لسنوات طويلة. زوجي السابق كان رجلا طيبا في البداية، لكنه مع مرور الوقت أصبح مهملا وغير مهتم بي، وكان مشغولا طوال الوقت بشؤونه وأعماله، مما جعلني أشعر أنني مجرد خادمة في بيتي، لا زوجة ولا شريكة حياة. حاولت كثيرا إصلاح العلاقة، لكن دون جدوى، وانتهى بنا المطاف بالطلاق الهادئ، والحمد لله بدون أي مشاكل، وقد حصلت على كل حقوق المالية. منذ الطلاق، قررت أن أركز على نفسي وعلى ابنتي وعلى عملي، وأن لا أعطي أي فرصة لأي رجل أن يؤذيني مرة أخرى. كانت أعيش حياة مستقلة، أعمل بجد، وأسافر، وأقضي وقتي فيما أحب، لكن الوحدة كانت تلاحقني، خاصة بعد مغادرة ياسمين. كانت أشعر بالفراغ العاطفي الشديد، وكان قلبي يتوق إلى الشعور بالحب والاهتمام الذي فقدته منذ سنوات طويلة. وذات يوم، أثناء قيادتي للسيارة، لاحظت صوتا غريبا في الموتور. أدركت أن السيارة تحتاج إلى صيانة كاملة، فقررت التوجه إلى ورشة مشهورة ومعروفة بسمعتها الجيدة. عند دخولي الورشة، استقبلني صاحبها، رجل كبير في السن محترم جدا. تحدثنا قليلا عن المشكلة وأخبرني أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة، ثم نادى على أحد الميكانيكيين للعمل على السيارة. ظهر شاب وسيم يدعى كريم، وعندما رأيته لأول مرة شعرت بشيء غريب يعتصر قلبي، شعور لم أشعر به منذ سنوات طويلة. كان كريم من الصعيد، ملامحه قوية وجذابة، وكان يرتدي ملابس نظيفة على الرغم من أنه ميكانيكي، ملابس عملية لكنها أنيقة. كان جسده رياضيا وعضلاته واضحة، وطريقة سيره وأسلوب عمله توحيان بالقوة والانضباط. بدأ كريم العمل على السيارة، وكانت أجلس في المكتب أراقبه من بعيد. كان مركزا جدا في عمله، لا يلتفت لأحد، ولا يظهر أي اهتمام بالمحيطين به سوى عمله. شعرت بمزيج من الانجذاب والفضول، شعور لم يسبق لي أن شعرت به منذ زمن بعيد. كانت أراقبه وهو يمسح العرق عن جبينه بين الحين والآخر، وألاحظ دقة يديه وسرعته واهتمامه بكل تفصيل صغير في السيارة. بعد حوالي ساعة، جاء إلي وأخبرني أن السيارة تحتاج إلى قطعة غيار لم تتوافر في الورشة. ذهب لإحضارها، وعندما عاد بعد ساعة أخرى، لاحظت أنه لم يأتي بمفرده، بل كان يحمل القطعة بعناية، وبدأ يستكمل العمل بجدية كبيرة. كانت أشعر بقلبي يخفق بسرعة، وكانت أراقبه باهتمام، أستمع لكل حركة وكل كلمة يقولها، وأتخيل نفسي أتحدث معه بطريقة أكثر حرية. عندما انتهى من العمل، قال لي بابتسامة خجولة أن السيارة أصبحت جاهزة وأن كل شيء على ما يرام. دفعت الفاتورة لشخص صاحب الورشة، وخرجت من المكتب وأنا أشعر بشيء لم أشعر به منذ سنوات طويلة، شعور بالانجذاب والفضول والرغبة في التعرف عليه أكثر. كانت ابتسامته، خجله، وهدوءه يجعلني أشعر بأمان غريب. لم أستطع نسيانه بعد ذلك اليوم، وكلما فكرت فيه شعرت بخفقان قلبي، شعور لم أشعر به منذ الطلاق أو حتى قبل ذلك. كانت أفكر فيه باستمرار قبل النوم، وأتخيل ملامحه وطريقة كلامه وكيفية اهتمامه بالآخرين من حوله. كانت تلك المشاعر غريبة علي، لكنها مليئة بالإثارة والشوق، شعور بأن حياتي قد تتغير بشكل كامل، وأنني ربما أجد شخصا يحبني لأكون أنا فقط، لا لأملاكي أو حياتي السابقة. بعد أسبوعين،
قررت العودة إلى نفس الورشة بحجة أن هناك صوتا غريبا في السيارة، رغم أنني كانت أعلم أنه لا يوجد أي عطل حقيقي. أردت فقط رؤيته مرة أخرى، وعندما رأيته لاحظت أنه تبادل معي التحية بابتسامة، وبدا عليه أنه تذكرني، وقدمت له الشكر وطلبت منه أن يطمئنني على السيارة. خلال الحديث أعطاني رقم هاتفه وقال أنه يمكنني الاتصال به إذا حدث أي شيء آخر، ما جعل قلبي يفرح جدا. قررت الاتصال به بعد أيام قليلة وطلبت منه القدوم لرؤية السيارة في المنزل، وأخبرته أنني أريد أن أراه مساء لأنه صعب علي أن أراه أثناء النهار بسبب عملي. وافق على المجيء الساعة 8 مساء. شعرت بتوتر غريب، وبدأت أحضر نفسي جيدا، أرتدي فستانا أنيقا أحمر شفاه خفيف، وأضع عطرا مميزا، وكل شيء في الشقة كان مرتبا بعناية. الشموع مضاءة، والإضاءة هادئة، والموسيقى تعطي الجو شعورا بالرومانسية الهادئة. عندما وصل كريم بدا متفاجئا من مظهري وترتيب الشقة، لكنه لم يعلق، فقط سلم علي ودخل الشقة. توجهنا إلى الجراج لرؤية السيارة، ولم يكن هناك أي مشكلة حقيقية، لكنه وافق على البقاء قليلا لشرب العصير والتحدث عن حياته. بدأ يحدثني عن حياته في الصعيد، عن أحلامه وطموحه، عن المكان الذي يعيش فيه وعن عائلته، وعن رغباته في التعليم والعمل لتطوير نفسه. كانت تستمع إليه بإعجاب، وأشعر بأن هذا الرجل مختلف عن أي شخص عرفته من قبل. في لحظة صراحة قررت أن أفتح قلبي له وأخبره بما أشعر به. قلت له إنني شعرت بالإعجاب به منذ أول لقاء، وأنني بحاجة لشخص يشعرني بالحب والاهتمام، وليس فقط المال أو الممتلكات. كانت خائفة من ردة فعله، لكنه استمع بصمت ثم قال إنه يشعر بالمثل، لكنه قلق من الفرق بيننا ومن أحكام الناس، وهذا جعلني أشعر بالارتياح والطمأنينة، لأن مشاعره صادقة وواضحة. كانت تلك اللحظة نقطة تحول في حياتي. شعرت لأول مرة منذ سنوات طويلة أن قلبي قد وجد شخصا يمكن الوثوق به. كريم لم يكن مهتما بمكانيتي أو أموالي، بل رأى في امرأة تستحق الحب والاحترام. شعرت بسعادة غريبة وغامرة، كأنني ولدت من جديد، وكأن حياتي الوحيدة أصبحت أكثر أملا وإثارة. الانغماس في المشاعر والخوف من المستقبل. بعد لقائنا الأول في شقتي، شعرت وكأن حياتي قد بدأت صفحة جديدة لم أكن أتوقعها. كريم لم يكن مجرد ميكانيكي، بل كان رجلا محترما، مهذبا، وذكيا، ويمتلك قلبا نقيا. بعد تلك الليلة أصبح يزورني كل يوم تقريبا، في المساء بعد انتهاء عمله، وكان كل لقاء يزيد من شعوري بالسعادة والارتياح، وكأنني أعيش حياة لم أستطع عيشها منذ سنوات طويلة. في البداية كانت أشعر بالتوتر والخوف، وأحيانا بالذنب، لأنني لم أكن معتادة على وجود رجل في حياتي بهذه الطريقة منذ الطلاق. كانت دائما أراقب تصرفاته، وأتأكد أنه لا يريد شيئا مني بسبب مالي أو شقتي أو حياتي المريحة، وكان كريم يثبت يوميا أنه مختلف. كان دائما يأتي ومعه هدية صغيرة، زهرة أو شوكولاتة، أو حتى شيء بسيط صنعه بنفسه، وكان يرفض أن أشارك في دفع أي شيء، قائلا: أنا الراجل ولازم أصرف على حبيبتي. بدأنا نقضي ساعات طويلة معا، نتحدث عن كل شيء تقريبا: أحلامنا، طموحاتنا، ماضينا، عائلاتنا، وحتى مخاوفنا. كان كريم يحكي لي عن حياته في الصعيد، عن التحديات التي واجهها، وعن صعوبة بناء مستقبل أفضل لنفسه، لكنه كان دائما متفائلا ومجتهدا. هذا جعلني أشعر بالإعجاب به أكثر، ليس فقط لجماله وقوة جسده، بل لشخصيته الصادقة والملتزمة. كانت ألاحظ نفسي كل يوم أغرق أكثر في مشاعري تجاهه، وأحيانا كانت أخاف من قوة هذا الانجذاب، خاصة مع فارق العمر بيننا. هو في 27 وأنا في 40، الفرق كبير، لكن شعوري تجاهه كان أقوى من أي عقبات عقلية حاولت فرضها على نفسي. كانت أخاف أن يمل مني بعد فترة، أو أن يقرر أنني ليست مناسبة له، رغم كل ما أظهره لي من احترام وحب صادق. مع مرور الوقت
بدأت علاقتنا تتطور جسدياً، لكن كان كل شيء يتم بحذر واحترام كبير. كريم لم يكن متعجلاً، وكان دائماً يسأل عن راحتي، ويحرص على أن أشعر بالأمان. كانت أشعر لأول مرة منذ سنوات طويلة بالحب الحقيقي، الحنان، والدفء الذي فقدته منذ طلاق زوجي. شعور غريب، لكنه حقيقي، شعور بأنني مرغوبة ومحبوبة لشخص أنا فقط، وليس لأي سبب مادي. كنا نبدأ الأمسيات بشيء بسيط، كأس عصير أو شاي، الحديث عن حياتنا، ثم الانتقال إلى الحديث عن الطموحات المستقبلية، وأحياناً مشاهدة فيلم أو الاستماع لموسيقى هادئة. ومع كل لقاء كان قلب كريم يقترب أكثر من قلبي، وكانت أشعر بأنني استعيد الثقة في نفسي وفي قدرتي على الحب. لكن لم يكن كل شيء سهلاً. كانت مخاوفي تتزايد، خاصة عندما أفكر في المستقبل. ماذا لو تزوجته ثم اكتشف أنه يريد شيئاً آخر؟ ماذا لو شعر بالملل مني بسبب فارق العمر؟ ماذا عن كلام الناس؟ كانت أخشى أن تتحدث ابنتي عن الموضوع أو تعود من أمريكا لتجد والدتها متزوجة من شاب أصغر منها. كل هذه المخاوف كانت تلاحقني، لكن كلما رأيته أو سمعته يقول لي أنا أحبك، كانت أشعر بأن كل تلك المخاوف تتبدد، وأنه بالفعل شخص صادق ونقي. بدأت علاقتنا تأخذ منحا أعمق عندما بدأ كريم يشارك معي تفاصيل أكثر عن حياته اليومية، كيف يبدأ يومه، كيف يعمل على تحسين مهاراته في الميكانيكا، وكيف يخطط لفتح ورشته الخاصة يوماً ما. كان يحدثني عن أحلامه الكبيرة، وعن أمله في أن يبني حياة مستقلة بجهده، ولم يكن أبداً شخصاً يبحث عن الطريق السهل أو المال السهل، وهذا ما جعلني أعجب به أكثر وأكثر. في نفس الوقت كانت تختبر مشاعري بعمق. كل لحظة قضيناها معاً كانت مليئة بالإثارة العاطفية والجسدية، لكنني كانت أحاول الحفاظ على جزء من العقلانية، متسائلة إذا كان هذا الحب يمكن أن يستمر على المدى الطويل. كانت نفسيتي تتأرجح بين الرغبة في الاستسلام الكامل لهذا الحب، وبين الخوف من الألم المحتمل في المستقبل. أثناء إحدى الليالي جلسنا على الأريكة في شقتي بعد عشاء بسيط، وكانت الشموع مضاءة والموسيقى هادئة. شعرت برغبة قوية في الاقتراب منه، وفي نفس الوقت شعرت بتوتر شديد. نظرت إليه في عينيه، وكان ينظر إلي بنفس الطريقة، نظرة مليئة بالحب والاحترام، ولم أستطع مقاومة الرغبة في احتضانه. كان حضنه دافئا وآمنا، وشعرت لأول مرة منذ سنوات طويلة أنني محمية ومحبوبة. بدأنا نتحدث عن مستقبلنا معا، عن الزواج بطريقة صحيحة، وعن كيفية بناء حياة مستقرة وسعيدة. شعرت أنني استطيع الوثوق به، لكنه كان دائما يذكرني بحرصه على أن يكون كل شيء صحيحا وألا نخالف تعاليم ديننا، وهذا زاد من احترامي له وحبي له. ومع مرور الأيام بدأت علاقتنا الجسدية تنمو بطريقة طبيعية ومليئة بالحب والحنان. لم يكن الأمر مجرد جسد، بل كان مشاعر متبادلة، رغبة في القرب العاطفي والجسدي، وكل لقاء كان يزيدني تعلقا به أكثر. كانت أشعر وكأنني أعيش حبا لم أعيشه من قبل، حبا صادقا يحترم شخصيتي ومستقبلي، وليس مجرد رغبة عابرة أو متعة مؤقتة. مع كل ليلة يقضيها معي كانت أشعر بالسعادة العميقة والراحة النفسية، لكن في الوقت نفسه كانت المخاوف من المستقبل تتسلل إلى ذهني. هل سيستمر هذا الحب؟ هل سيبقى كريم صادقا؟ هل سيكون فارق العمر عقبة أمام سعادتنا الطويلة؟ كل هذه التساؤلات كانت تتصارع مع مشاعر القوية تجاهه، ولكن كل مرة كانت أراه فيها وألمس اهتمامه بي كانت أشعر أن هذه المشاعر تستحق المخاطرة. العلاقة مع كريم أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتي اليومية، وكانت أعيش كل يوم وكأنني اكتشفت نفسي من جديد. شعوري بالحب، بالأمان، بالرغبة والاحترام كان شيئاً لم أشعر به منذ سنوات طويلة، وكان يملأ حياتي بالطاقة والإثارة التي كانت تفتقدها. القرار والمستقبل مع كريم. مع مرور الوقت بدأت أشعر أن حياتي بدون كريم لم تعد ممكنة. كل لحظة أقضيها معه كانت تجعل قلبي يخفق بشدة،
وكل يوم كان يقربني أكثر من الشعور بالحب الحقيقي والاطمئنان النفسي الذي كانت تفتقده منذ سنوات طويلة. شعرت لأول مرة منذ الطلاق أنني أعيش حياة كاملة مليئة بالمشاعر، بالدفء، بالحنان، والاحترام المتبادل. كانت لا أزال قلقة من المستقبل، من فارق العمر بيننا، ومن رأي الناس. لكن شيئا ما بداخلي كان يقول لي أن كريم مختلف، وأن مشاعره صادقة، وأنه بالفعل يريدني لشخصيتي وليس لأي سبب مادي. كان يظهر لي حبه بطريقة يومية، هدايا صغيرة، اهتمام دائم، كلمات حلوة، وحرص شديد على أن أشعر بالأمان والراحة. في أحد الأيام جلست مع نفسي وفكرت بعمق: هل سأظل أعيش وحيدة خوفا من الناس أو سأغامر بحبي الحقيقي؟ كانت أعلم أن كل يوم يمر بدون كريم يجعلني أشعر بالفراغ أكثر، وأن الحياة قصيرة جدا لأقضيها في الخوف. قررت أن أواجه مخاوفي وأتحدث مع كريم بصراحة عن كل شيء، عن حبي له، عن مخاوفي، وعن رغبتي في مستقبل مشترك معه. في المساء بعد أن جاء كريم كالعادة، جلست معه في الصالة. كانت الشموع مضاءة والموسيقى الهادئة تعزف. شعرت بالحب يغمرني من كل جانب. قلت له بصوت مرتعش لكنه صادق: كريم، أنا بحبك جدا، وأريد أن نكون معا، لكن عندي مخاوف من المستقبل. فارق العمر، ورأي الناس، وماذا سيحدث إذا تغير شيء بعد الزواج؟ ابتسم لي وقال: نور، أنا أفهم كل مخاوفك، وأنا أيضا أحبك كثيرا. فارق العمر لا يهمني، ولا يهمني رأي الناس. كل ما يهمني أن نكون معا بطريقة صحيحة، ونحترم بعضنا ونحب بعضنا بصدق. أنا ملتزم بك ولن نتركك أبدا. شعرت بأن قلبه كلامه يطمن قلبي، وأنه الرجل الذي كانت أبحث عنه منذ سنوات. كانت هذه اللحظة نقطة تحول بالنسبة لي. شعرت أن الخوف بدأ يختفي، وأن الحب الحقيقي بدأ يسيطر على كل مشاعري. بعد ذلك قررنا أن نخطط لمستقبلنا معا بشكل رسمي، نضع كل شيء في نصابه الصحيح، وأن نبدأ علاقة جدية قائمة على الاحترام، الحب، والثقة. بدأنا نناقش تفاصيل الزواج، موعد الكتاب، التحضيرات، وأولوياتنا معا. كان كريم دائما صبورا، مستمعا لي، يحترم كل رأيي ويشجعني على التعبير عن كل ما في قلبي. شعرت لأول مرة منذ سنوات طويلة أن لدي شريكا حقيقيا، شخصا أقف بجانبه وليس فقط رجلا في حياتي مؤقتة. مع مرور الأيام أصبح كريم جزءا لا يتجزأ من حياتي اليومية. كنا نقضي الوقت معا في كل شيء، في الشقة، في الخروج، في السفر أحيانا، وكل يوم كان تكتشف فيه جوانب جديدة من شخصيته الرائعة. لم يكن مجرد شاب وسيم وقوي، بل كان شخصا حكيما، مهذبا، وملتزما بأخلاقه، وكان يجعلني أشعر أنني محظوظة بحبه واهتمامه. بدأت أشعر بأن مخاوفي السابقة تتلاشى تدريجيا. فارق العمر لم يعد يهمني، رأي الناس لم يعد يشغلني، وكل ما كان يهمني هو الحب الذي أشعر به من كريم، والثقة التي بنيتها معه. كانت حياتي قبل لقائه مليئة بالوحدة والخوف، أما الآن فقد امتلأت بالسعادة، الحنان، والأمان. في نفس الوقت كنا نواصل علاقتنا الجسدية بكل حب وحنان. لم تكن مجرد رغبة جسدية، بل كانت تعبيرا عن حبنا الحقيقي. كل لقاء كان يجعلنا نقترب أكثر من بعضنا، ويقوي الرابط بيننا، ويجعلنا ندرك أننا بحاجة لبعضنا البعض، ليس فقط عاطفيا، بل جسديا وروحيا. أحد أهم اللحظات كانت عندما قررنا أن نعلن عن خطوبتنا رسميا. كان شعورا لا يوصف، الحرية من المخاوف، الفرح الكبير، والشعور بالاستقرار الذي كانت تفتقده طوال حياتي بعد الطلاق. شعرت أنني وجدت نصف حياتي الآخر، وأن كل الألم والمعاناة السابقة كانت تمهيدا لهذا الحب الحقيقي. كريم أثبت لي يوميا أنه رجل صادق، ملتزم، ويحترم حبي لي. لم يأتي الحب فقط بالكلمات أو الهدايا، بل بالفعل والعمل على بناء مستقبلنا معا. شعرت لأول مرة منذ سنوات طويلة أن لدي مستقبلا سعيدا مع شخص يستحق حبي،
وأن كل المخاوف التي كانت تلاحقني أصبحت مجرد ذكريات بعيدة. وبينما كنا نخطط لمستقبلنا، أدركت أنني لم أعد وحيدة، وأن الوحدة التي كانت تقتلني طوال السنوات الماضية قد انتهت. شعرت بالحب والطمأنينة، وكأنني أعيش حلماً تحقق أخيراً. كل يوم مع كريمة كان مليئاً بالفرح، التفاهم، والاحترام المتبادل، وهذا ما جعلني أؤمن أن الحب الحقيقي موجود، وأنه يمكن أن يأتي في أي مرحلة من حياتك، حتى بعد الخيبات السابقة والفقدان. في النهاية، بعد كل هذه التجارب والمشاعر، قررت أن أعيش حياتي مع كريم بكل حب وصدق، وأن أترك المخاوف جانباً، لأن الحب الحقيقي يستحق أن نغامر من أجله. كانت هذه قصة حبي، قصة تحول حياتي من الوحدة والخوف إلى الحب، السعادة، والاستقرار مع رجل صادق ومحترم، رجل أحببته بكل جوارحي، وأعلم أنني سأظل أحبه طوال حياتي.